تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. أحمد الحفناوي في الأكاديميات السياسية، لكن كلامه أثناء الثورة التونسية وبعدها اتسم بالعمق السياسي وربما كان أبلغ من الخطب السياسية. كنا نخدموا في الخفاء والحمد لله وصلنا كما نقولوا فيها إلى هذه اللحظة التاريخية اللي أي شاب تونسي ينجم يعبر وينجم يتكلم بحرية. منهم الأحزاب السياسية الموجودة على الصعيد الوطني، فرصة وفرها لهم شباب تونس اللي أكثرية شباب تونس ما عندوش حتى انتماء سياسي. الانتماء الوحيد اللي شباب تونس يحبوا ويضحي من أجله هي الحرية والكرامة. بعد الثورة تغيرت 100%. نحس في روحي وليت طليق حر، يعني الناس والجماهير والشباب ولا في المقهى ولا عادي يعيش حياة عادية، يتكلم أي كلام، يعبر على آراء اللي يغير. لما تتغير المحيط والشباب تتغير أنت تلقائيا. الثورة مش أكل وشرب، الثورة هي حرية، الثورة هي التعبير على اللي خارجك بصدرك تعبر عليه بكل أي صراحة. الحرية مش مناصب، الحرية مش مكاسب. الثورة التونسية إلى كافة الدول العربية هي ربحت منها الشباب وربح منها كافة الشعب التونسي، هي الحرية. اللي الحرية ما تشريش بالفلوس، تدفع مصاري ما بتاخذ حرية، ولكن الحرية هي بدون مصاري. من المقهى إلى المكتب الخفي الذي كان يساهم في صنع الثورة، كان يغلق بابه ويخفيه بكراسي المقهى المجاورة حتى يمكن الشباب من العمل بعيدا عن أعين المخبرين المجاورين له. واللحظة هذه نسلموها للشباب، مش احنا باش نشدوا المراكز ولا نشدوا الكراسي ولا نشدوا المناصب، هذه نسيبوها للشباب، هما اللي يلزمهم يصنعوا الامل والمستقبل لتونس. ثم رزق كبير يعني عملناه باش وصلنا للدرجه هذه، يعني اللحظه التاريخيه اللي تشوف فيها الباب معلول مو سهل، مو سهل، يعني حاجه واحد ضحى باهله وبولاده وبداره من اجل باش نوصلوا الكلمه هذه للعالم وللدول العربيه. هذه شنو اللي يلزموا الناس تفهموا. ما خدمناش هكاك، خدمنا يعني في الاوقات الحرجه، مش خدمنا وقت اللي تويكا ولا الامان في تونس باش نخدموا. عائلة أحمد بمنطقة المحمدية بضواحي العاصمة تونس حيث ولد ونشأ لم تسلم من الاضطهاد السياسي، وقد يكون ذلك ما أكسبه وعيا سياسيا على الرغم من رفضه الانخراط في العمل السياسي المباشر. سيدي بارك الله فيك، إلى اللقاء. لم يهرم أحمد الحفناوي أو أحمد هرمنا كما صار يلقب بعد الثورة، بل أمدته الثورة بنفس جديد به سيواصل رسالته في بناء تونس الغد مع الشباب مثلما ساهم معهم في إنجاح الثورة. لطفي حجي، الجزيرة، من منطقة المحمدية بضواحي تونس العاصمة.